عسلامة، شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير يا ربي. فيديو اليوم مختلف شوية هكاك على غفلة جاني، حبيت نبارتاجي معاكم طريقتي في تحضير الملوخية التونسية. حطيت 2 كيسان متوسطين زيت زيتونة، عليهم 6 مغارف ملوخية، على كل شخص نعمل مغرفة. دونك الكل في الكل عملت 6 مغارف، ونخلط على البارد، الغاز مازلت ما حليتوش باش نخلط بالباهي لوين يتجانس الملوخية والزيت مع بعضهم. توا باش نحل الغاز وباش نخليها تتقلى شويه. الملوخيه راني نقلاها باش تفوح منها هكا الريحه البنينه، وكيف ما تشوفوا ما شاء الله الملوخيه ما زالت كي وصلتني من تونس، الريحه واللون يعملوا 66 كيف. باش نخليها تتقلى شويه على نار خفيفه على الاخر باش ما تتحرقش، والماء بحذايا يغلي، وباش نبدا نزيد بشويه بشويه ونخلط. فرد وقت نزيد الماء سخون ونخلط. النار يلزمها تكون خفيفة على الاخر، نخلطه بالباهي. طب باش نخليها تبقبق شويه وتغلي باش تترخف هكا الملوخيه شويه، ومن بعد باش نصب عليها كميه الماء الكل. بالنسبه لي راهو تقريبا حطيت 3 إطرات نتاع ماء. شوفوا اللون ما شاء الله، الخضوريه راهي تهبل، والريحه ما نحكيلكمش. توا باش نغطي عليها ونخليها هكاك ساعه ونص ساعتين تطيب على نار هاديه. خذيت اللحم نتاعي، المره هذه الملوخيه عملتها باللحم العلوش، نحسها تجي ابن من البقري. زدتها 2 مغارف ثوم، هذاك هرسته مع اللفاح متاعنا، وزدت عليها هريسه عربي، كمغرفه هريسه عربي. وهنا كملت شويه هريسه عربي، الكل في الكل مغرفه هريسه عربي، رشه نعناع، شويه ملح وفلفل اكحل. كهو هذا شنو نحط فيها الملوخيه وريقه رند. بالنسبه للرند حطيت 3 مع اللحم باش يتفوح، وحطيت 4 ورقات في وسط الملوخيه، وباش نخليها تطيب على روحها. واللحم باش نخلطه مع اللفاح هذاك ونخليه يرتاح ما بين الملوخيه، تطيب لي ساعتين من زمان. كزدت شويه زيت زيتونه باش تسهل عليا يعني تفويح اللحم، يدخل اللفاح في اللحم بالكدا. ملاحظة صغيرة، نعرف برشا منكم باش يكتبوا لي النعناع راهو ما يجيش في الملوخية، باش نقول لكم جربوا حطوا النعناع ومن بعد اعطوني رايكم، يعني راهو باش تبدلوا رايكم. فما اللي يحطوا في الاخر وفما اللي يعملوا يعني مع اللحم. بالنسبة لينا نحطوه مع اللحم هكاكا يفوحوا بالكدا راهو، وما يجيش ظاهر برشا مطعم النعناع هكا، جوست يزيد يبننها. توا بعد ساعتين من زمان بالضبط خليت الملوخية هكا طابت. توا باش نحط اللحم اللي فوحته. اللحم متاعي راهو يشد شويه في التطيب، يعني هذاك علاش يعني باش نحطه توا يشد برشا وقت. دونك توا باش نزيدو ممكن هكاك ساعتين ساعتين ونص يكمل يطيب على نار هاديه. وتوا باش نخلي الملوخيه تطيب في راحتها، باش نمشي نروح بالصغار ونمشي نكمل قضيتي ما بين نرجع الملوخيه تبدا طابت. نسكر عليها ونخليها تطيب. وفوالا الملوخيه متاعي حضرت، ما نحكي لكمش بالحق على الريحه مش نورمال. وعلى البنه باش نحط فيها قرون فلفل، كيف كيف الفلفل راهو فما اللي يحطوا فما اللي ما يحطوش. برشا باش يقولوا لي راهو الملوخيه ما فيهاش الفلفل، راني نقول لكم الماكله راهي اذواق، وما فماش حتى قاعده في الماكله، كل واحد يحط الحاجه اللي هو يحب عليها. ومع الملوخيه متاعي عملت شويه خبز على الطاجين، خبز مخمر على الطاجين. الرسيت ما صورتهاش الحقيقة، أما راهي سهلة. خذيت باكو سميد أرطب، زدت عليه باكو خميرة خبز، شوية ملح ومغرفة زيت زيتونة، وعجنتهم بالباهي وخليتهم يخمروا. بعد زدت حليتهم هكاك يعني وخليتهم يرتاحوا شوية.
وهذه الكسرة متاعي طابت. اخضروا ما شاء الله، طريه هشوشه، تعمل 66 كيف، ريحتها كيف كيف فاوحه ما نحكي لكمش. والملوخيه طابت باش نحطها وباش نفطروا توا. صحيح طولت عليكم شويه الفيديو، اما ان شاء الله عجبكم، وان شاء الله عجبتكم طريقتي في الملوخيه. وراهو كل واحد يطيب كيف ما يحب، وكل واحد يزيد وينقص كيف ما يحب. يلا توا نقول لكم في امان الله.